صبرا فام ياسمين ثلاثان ياسمين ثلاثة. جعل الغزالي أول درجات السماع فهو المسموع بالجوارح. ما هو الفهم عند الغزالي؟ يقصد به فهم معاني المسموع وإدراك المستمع له، والفهم له الأهمية الأولى في إثمار السماع، وهو يختلف باختلاف أحوال السامعين النفسية ودرجة قربه من الله. ويرى الغزالي أن للسماع أحوالا 4 تؤثر على مدى إدراكه العقلي لما يسمع إليه. إذن يضع لنا الغزالي درجات 4 ربما نأتي إليها ونتحدث عنها بإيجاز. إجمالا الوجد من آثار السماع كما ذكرنا، وهنا أشير بالقراءة النفسية، هو أنه لابد أن يكون اختلاف في السماع. طبعا اختلاف السماع يأتي عن طريق يعني التدرج المعرفي. طرق صوفية منها في القيروان الطريقة القادرية، أو مش بعيدة برشا على لوز القصبة، عندنا مقام كامل للقادري. الموضوع مهم جدا، خاطر الموضوع نقطة استفهام في حسب المعطيات الجديدة، معطيات الثورة، يلزمنا ناخذ موقف من الطرق الصوفية. صبرا فام ياسمين ثلاثان ياسمين ثلاثة.